ده اكتر منظم بتسأل عليه في كل فيديو تقريبا، بصراحة تحفة ومعايا من السنة اللي فاتت وبيلم كل ادواتي. الوانه فظيعة وطريقته سهلة قوي. استخدمت الغيرة وغطيت بيه الكرتونة، وكمان شلت الزيادة بورقة عشان ما يبوظليش الورق. ده كرتون عادي اللي هي الكراتين اللي بيبقى فيها اي منتجات. انا بشتري الكراتين دي فاضية. باخد الاول المقاس على ورقة عشان ابقى ضامنة ان المقاس هيطلع معايا مظبوط، وبعدين باخد الورقة واحددها على الكرتون. المهم غلفتها بالورق ده كده. هنحتاج 4 من نفس المقاس ده. بعدين نبدأ نحط شمع على الطرف ده كده، ونلزق كرتونة وعلى الطرف التاني ده كمان، ونلزق كمان واحدة، وبعدين نحط شمع هنا وهنا كمان، نلزق عليهم اخر كرتونة. حطيت دبل فيس على اول واخر كل جنب عشان اقدر اشد الورقة اللي هغلف بيها كويس ويبقى شكلها حلو. ودي الورقة اللي هغلف بيها، حطيت عليها كمان دبل فيس من ال3 جهات دول. بلزق الورقة كده على الكرتونة بالشكل ده، وبسيب الزيادة كلها من جنب واحد. انا استخدمت المرة دي ورق خفيف على عكس كل الفيديوهات كنت بستخدم ورق سميك، لان المرة دي مستخدمة كرتون سميك جدا وكمان قوي، مش محتاج الورق عشان يقويه ولا حاجة. فهو بالنسبة لي كان وسيلة بس اغير بيها لون الكرتون مش اكتر. لفيت الورقة زي ما انتوا شايفين كده على الكرتونة كلها وقصيت الزيادة. نيجي بقى من عند الجزء ده، ولو مستخدمين كرتون سميك قوي زي ما انا مستخدمه فقصوا الزاويه بالشكل ده كده. ما نعملش فتحه في الزاويه وخلاص زي ما احنا متعودين. انا بقص الحته اللي قدام الزاويه كلها على بعض، وده بيبقى نتيجته حلوه قوي في الفينش. بلزق الزوايا كده على حرف الكرتونه، وبعدين بقفل باقي الورق عادي خالص. بخلي بالي بس ان انا اقفل الجنبين اللي قصاد بعض الاول، وبعد كده الجنبين التانيين. لو انا بقفل كده حسيت ان في ورقة زيادة او هتضايقني عادي، بتني الحرف ده لبره كده وبقص الزيادة وبعدين بقفل عادي. بصوا شكلها حلو قوي. هنحتاج منها 2 كمان. انا اخترت طبعا الالوان دي نفس الالوان اللي كنت عاملاها في المنظم القديم. دورت كتير في الالوان وحسيت ان هما دول احلى حاجة مع بعض. بعد كده ثبتهم جنب بعض كده بالشمع. واخر حاجة هنعملها هي القاعدة اللي هيثبتوا عليها. غطيت الكرتونة كلها بالدبل فيس وغلفتها بورقة اكبر منها من كل الجهات بحوالي 3 سنتي. بعدين قصيت الزوايا كلها بالشكل ده كده، ونتني كل الزيادة بتاعه الورق لجوه. جبت ورقة كمان على قد الكرتونة بالظبط عشان اغلفها، وبعدين نثبت بقى المربعات او العلب دي بالشمع كده على القاعدة. وتيجي دلوقتي مرحلة التزيين. طبعت الستيكرز دي هتلاقوني سايبها لكم في الكومنتات او كمان في صندوق الوصف. فرغت الاشكال كلها بالمقص وبدأت اوزعهم بقى على المنظم. كمان زينته من الظهر يعني من الناحيتين، بحط ستيكرز مختلفة وبستعمله من الجنب ده شوية ومن الجنب التاني كمان، وطلع تحفة تحفة تحفة. مش متخيلين انا بحب المنظم ده قد ايه بجد. وجوده قدامي كده بيحسسني ببهجة وعملي جدا جدا جدا. كان معايا من السنة اللي فاتت وعملت لكم واحد تاني السنة دي بس عشان اصور لكم فيديو، لان التاني انا ما كنتش مصوراه فيديو. فلو عاوزين حاجه بتستحمل وهتعيش كتير يبقى اعملوا المنظم ده.